السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. رجعت لكم بوصفة جديدة. هي كيك الشوكولا الهش الرطب المرتفع، لذيذ كتير مع طريقة صوص الشوكولا. رح تعجبكم هاي الوصفة، بس تابعوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا الطريقة كاملة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الفيديو من الدعم بالضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع أصحابكم. هلأ بالنسبة للمكونات أنا خلطت بالبريق الكوكتيل، حطيت 3 بيضات بالإضافة لكوب من الحليب وكوب من السكر ونصف كوب من الزيت وملعقة كبيرة من الفانيليا. هلأ المكونات الجافة هي عندي طحين كوبين بالإضافة ل3 ملاعق كبار من الكاكاو، وبالإضافة للبيكنج باودر ملعقة كبيرة ورشة ملح. هلأ عم بنخل المكونات الجافة فوق المكونات السائلة مثل ما شايفين، رح أقلبون هيك من فوق لتحت. هلأ آخر شيء أنا رح ضيف هو المكون السري بهذا الكيك، هو نصف كوب من الماء المغلي. المي المغلية بهاي الوصفة رح تعطيكم هشاشة ويعني رح تخلي الكيك رطب من جوا كتير وطيب. هلأ يعني بالخفاء مثل ما شايفين عم قلب من فوق لتحت، ورح احط الكيك بالصينية. دهنت انا بشوي من الزيت، فيكم تحطوها بقالب كيك لهاي الكيكة اذا بتحبوا، بس انا حبيت احطها بالصينية، بأي صينية ألمنيوم عندكم. دخلت على فرن محمى مسبقا على درجة 180 بالرف الوسط، أخذ تقريبا 50 دقيقة بالفرن. وانتو كمان راقبوا الكيك لا تتركوه يعني بالفرن وتنسوه. هلأ رح أحضر معكم صوص الشوكولا. عندي الحليب البودرة مثل ما شايفين، نصف كوب من الحليب البودرة رح أعمله أنا بالخلاط الكهربائي. طبعا فيكم إذا ما عندكم خلاط كهربائي بالخفاقة الكهربائية. هلا رح احط كمان نصف كوب من السكر. اذا بتحبوا تقللوا كمية الصوص ما يطلع معكم يعني انه كمية كبيرة، حطوا ربع كوب من كل شغلة. هلا حطيت انا نصف كوب من المي، مي عادية من الحنفية. هلا رح احط كمان نصف كوب من الزيت، وحطيت 3 ملاعق كبار من الكاكاو. فيكم تضيفوا فانيليا للصوص الشوكولا، او فيكم تحطوا كمان اذا بتحبوا رشة من النسكافيه. هذا هو شكله بعد ما خفقته مثل ما شايفين، ما شاء الله عن جد ولا اروع من هيك بشهي. راح ادخله انا على التبريد لحتى يبرد ويعطيني هذا القوام مثل ما شايفين. هذا هو قوامه بعد ما برد، لتغليف الكيك، لتغليف الدونات، لأي شيء انتو بترغبوا له. كتير لذيذ وسهل وسريع ومكوناته بسيطة مثل ما شفتوا. هلأ الكيكة أنا بعد ما بردت على الآخر حطيت عليها نصف كوب من الحليب البارد عادي، دوبت فيه شوي من السكر وحطيته، سقيت فيه الكيك، وبعدين حطيت صوص الشوكولا على الوجه مثل ما شايفين، وزينته بشوي من الفستق الحلبي. فيكم تزينوا أي زين انتو بتحبوها. هذا هو شكله. وصفة ناجحة ولذيذة وسهلة وسريعة، بتمنى انكم تجربوها. ان شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمة وافكار جديدة.